تيك توكر مشهور اسمه سند بيتكلم على كريم بنزيما بعصبية وأداء نادي الاتحاد وإلقاء اللوم بشكل كامل على كريم بنزيما، وإن هو مش قد المسؤولية وبيلعب باستهتار من قبل مشجعين نادي الاتحاد. يلا بينا نشوف هو قال إيه. يلا بينا. واحد بيقلل من كريم بنزيما وبيحكي انه هو افشل صفقه في تاريخ الدوري السعودي، كونه موضوع التقليل صاير موضه وحنكه. كريم بنزيما اسطوره غصب عنك غصب عنك غصب عنك، اسطوره. فقبل ما تلوم كريم بنزيما روح لوم اداره ناديك يا الاتحادي. ليه ما عرفت تجيب اظهره عليها العين؟ ليه ما عرفت تجيب اجنحه عليها العين؟ ليه ما عرفت تجيب واحد يساعد كريم بنزيما؟ ولا بس شاطر تحط لي اللوم على كريم بنزيما؟ هو مين جابت جوتا اون ذا وينج يلي حطته دكه ما عرفت تستخدموه؟ فمين ضحك عليك وقال لك انه هذا زلمه ساحر وبيقدر يغير فريقه 180 درجه؟ مين ضحك عليك؟ ولك احمد ربك انه اصلا بين قدام الاهلي وبين قدام الهلال وفريقه معطوب، فريقه ما فيهوش اي لاعب صالح للعب. منيح انه حاول. فمتروفيتش اللي بتتغنوا فيه وبتحكوا انه هو مهاجم الفتاك، وراه سافيتش، وراه روبن نيفيز، جنبه مالكم، جنبه سالم دوسري، ولسه في نوار. كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي، هداف الدوري السعودي، عنده تاليسكا، عنده تافيو، عنده ماني. هذا زلمه مين عنده؟ عنده جوتا اون ذا وينج اللي 30 مليون اللي ما عرفتوا تستخدموه ورميتوه دكه. فاحمد ربك على نعمة كريم بنزيما، احمد ربك على المهاجم التاريخي يلي قفل ملفات التاريخ في اوروبا. وروح اسمع الاهلاوي كيف بتمنى بنزيما، لانه عارف لما يكون في عنده اجنحة بيهربد اي فريق بيطلع قدامه. وفي اخر المقطع ما تنساش تشارك الفيديو واللايك والاشتراك في القناة. سلام.